صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفونا في التوقيت ده. بجد وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده بقى معايا فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انت لسه اول مرة بتتابعونا وبتشوفوا قناتنا، وكل واحدة بقى فيكم تقول هي من انهي بلد، وعايزين بقى لايكات بقى كتير للفيديو ده. النهارده بقى اول مرة يعني هصور كده وانا رايحه عند ماما، وباذن الله هصور لكم. بصوا هشوف بقى هي عامله لنا ايه النهارده. بصوا مين بيتكلمكم. اي توته اهي. النهارده بقى الولاد عاملين معايا المقدمه، وهصور لكم بقى النهارده الاجواء هناك عند ماما، وباذن الله هعمل لكم فيديو النهارده حلو قوي قوي. والاول مره هنصور يا جدعان عند ماما. قبل ما نبدا بس كده يا جماعه هي عايزين لايك وشير وسبسكرايب. وريهم يا تيا ايه اللي انت لابساه ده، ايه الحلاوه دي. بصوا عشان هي ماما قريبه مننا وكده، فبصراحه مش بنلبس لبس خروج قوي يعني، فعشان احنا ايه قريبين من بعض وكده. فانا لابسه هنا عبايه اهو، لابسه عبايه كده اهي، والولاد لابسين هنا ترنجات بيجامات عاديه بس خروج يعني. وتيا برضو لابسه ايه، بصوا الجمال والحلاوه. ايه يا بنت الجمال ده، ايه الحلاوه دي. يلا بقى نمشي، يلا اصور لكم بقيه الفيديو هناك. باي. وكده يا ولاد بقى بعد ما وصلنا البيت عند ماما، لقيتها بقى يا ولاد عامله لنا فطار. يا سلام يا سلام والله على الفطار. رحت بقى لقيتها عامله فول وفلافل اللي هي الطعميه يعني، علشان في ناس بتقول فول، بتقول قصدي فلافل، وفي ناس بتقول عليها طعميه وكده. وعامله لنا كمان جبنه قريش وبيض بالسمنه البلدي وبطاطس مهروسه بالسمنه، وكمان بابا غنوج وقطع خيار وجرجير. وبس احلى فطار يا ولاد والله العظيم. فبقول لها تسلم ايدك يا ماما، وربنا يخليكي يا رب لينا انت وبابا، ودايما كده ايه سند وظهر لينا، وربنا يخليكوا لينا يا رب. رحت كمان لقيتها عامله لنا بقى يا ولاد فضلة خيركم قراص فلاحي. فقعدت بقى ايه عملت معاها لقيتها بصراحة عجنة وكده، وسابت العجين يخمر. بصراحة أنا كنت المفروض إن أنا أروح لها بدري شوية، فاتأخرت بقى عليها. أروح لها الساعة 12:30، المفروض إن أنا كنت هروح 10 الصبح. فرحت يعني فرحت بقى اليوم ده متأخر وكده. بصراحة جوزي ما وصلنيش، فاضطريت ان انا اركب مواصلات. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا احب اروح عند ماما جدا قوي قوي قوي، احب اروح هناك قوي. فبنبقى قاعدين كده وانا واخواتي ولاد عمي بنضحك ونهزر، نقعد بقى نقول ايه، نجيب بقى في سيرة حاجات كنا عملناها زمان، نقعد نحكيها، نقعد نضحك ونهزر. نروح نتمشى كده على البحر كده شوية عند المول. فبصراحة بيبقى يوم جميل جدا، وبحب هناك جدا جدا. وهم ناس بساط جدا، واحنا فلاحين يا جماعة. عايزة اقول لكم ان احنا فلاحين، بس احنا مش عندنا يعني مواشي وكده يعني. ففلاحين ان احنا قاعدين في بلد فلاحين وعادي جدا. وعمري ما اتكسف ابدا ابدا من البيت اللي انا اتربيت فيه. وهم بصوا يعني بابا وماما دول ربنا يا رب يخليهم لينا، هم دول سند وظهري، وربنا يخليهم لينا يا رب. وماما دي انا من غيرها اقسم بالله ما اسواش اي حاجه يعني. هي اللي بتعمل لي كل حاجه، وهي بصوا شايلانا كده، شيل كلنا، بتعمل لنا كلنا كل حاجه والله، انا واخواتي وكده. فبصراحة بتعمل لنا كل حاجة احنا عايزينها، وكل حاجة احنا نفسنا فيها. ولما بنروح بتعمل لنا كل حاجة. النهاردة بقى يا ولاد رحت كمان لقيتها رحت بقى لقيتها عامله لنا الفطار ومظبطانا اخر تظبيط. عامله لنا بقى فول وفلافل بقى اللي هي طعميه وبطاطس وبيض، وعامله لنا كل حاجه جميله. عايزه اقول لكم القرص الفلاحي دي بتعملها ازاي. بيتحط عليها، بتتعجن بلبن وسمنه، وبتحط لها رشه ملح ورشه سكر، وبتحط لها كيس بيكنج باودر. انا لو كنت جيت بدري شويه كنت بصراحه صورت لكم العجين والطريقه هي اللي هي بتعملها بيها وكده. لكن هي بصراحة كانت مزودة الكمية شوية، عشان بصراحة أنا كنت أنا وأختي هناخد القرص يعني وكده، وأنا وأختي وماما. فبصراحة الولاد عندي بيحبوا القرص الفلاحة دي جدا جدا عن العيش بتاع الطابونة كمان. عايزة أقول لكم إن أنا كنت بضحك أنا وبنت عمي كل شوية تضحكني علشان بتصورني بقى، عايزة أضحك بقى في الفيديو كده. فاضطريت هنا بقى إيه
ان انا اصور لكم بقى، قلت اما اصور لكم بقى يا ولاد فيديو. انا عمري بقى بصراحه ما صورت عند ماما خالص. انتوا عارفين ان انا ما بصورش عند ماما ليه؟ عشان ان انا بحب كمان اروح اقعد، احب ان انا اقعد مع اخواتي، ما اضيعش بقى يوم في تصوير وكده. لا، انا بحب اليوم اللي انا بروح فيه افصل من كل حاجه، يعني افصل من النت ومن يوتيوب ومن كل حاجه. فبحب ان انا اقعد مع اخواتي وامي وبابا، احب ان نقعد نهزر ونضحك مع بعض، اللي عنده اي حاجه يقول لها، نقعد نفضفض لبعض. بصراحة بتكون قاعدة حلوة قوي قوي، بالذات لما يكون يعني انتوا بنات كده مع بعض. احنا بصراحة 3 بنات ومعناش ولاد، فتلات بنات اخوات بس كده. فبنحب ان احنا اصحاب واخوات وكل حاجة. يعني اختي الكبيرة دي زي ماما، ربنا يا رب يخلي لنا ماما. اختي الكبيرة دي زي ماما بالظبط، يعني برضو بالنسبة لي كل حاجة هي واختي الصغيرة. ربنا يا رب يخليهم لي يا رب، وما يحرمنيش منهم ابدا ابدا العمر كله. هنا بقى ماما كانت بتخبز بقى كده ايه، بتفرد بقى القرص وكده. عايزه اقول لكم ان النور قطع علينا هنا، اقسم بالله. طول النور ما قطعش بقاله شهر جاي يقطع دلوقتي. قلت لها يا ماما يا ماما، عشان انا جيت يا ماما لازم النور يقطع. قال لها ايه يعني؟ مش غريبه دي شويه؟ يعني انا ما تقولي بقى وشك اللي وحش يا بت وانت اللي قطعت النور. فبصراحه النور هنا كان قاطع، وانا كنت مشغله الكشاف وبصور لكم وكده. فهنا بقى كنا بنخبز القرص ونفردها كده، وبعد كده بنسيبها برضو. يعني هو العجين خمر، وبعد كده بنخبزها وبنسيبها برضو شوية وهي مخبوزة كده، بنفردها كده وبنغطيها شوية برضو تخمر، وبعد كده بنحطها في الفرن. هوريكم برضو كل حاجة دلوقتي. وبصراحة تسلم ايد ماما، علشان بصراحة يعني بتعمل لنا الحاجات دي طعمها جميل جدا. وكمان بتعمل لنا البتاوي جميل قوي قوي. النهاردة بقى حبينا نغير النهاردة، فقلنا لها لا بلاش بقى بتاوي، فعايزين بقى النهاردة قرص الفلاحي الجميلة الصغنونة دي، علشان نعرف نعمل ولاد منها سندوتشات وكده. فهنا بقى ايه بنفردها كده اهو اهو. انا ظهرت اهو، ما كنتش عارفه اظهر بصراحه عشان انا كنت بصور وانا بعمل. فهنا بنت عمي خدت من الفون وصورتني وانا بخبز. بصوا عايزه اقول لكم برضو ان عمرها ما هتبقى زي بتاعه ماما. لا لا لا، ماما بتاعتها كده القرصة بتاعتها كده حكاية بتطلع مظبوطة. أنا بقى عشان أنا مش بعمل كتير يعني، فإيدي مش واخدة على الخبيز بقى، نسيت يا جدعان والله. فهنا بقى إيه دخلت في الضلمة بقى، في الضلمة كنت مشغلة الكشاف. فهنا بقى برص علشان إن أنا أغطيه يخمر شوية، وبعد كده بقى بندخله الفرن أهو. هبتدي بقى ان انا ارص الكمية اللي احنا خبزناها كلها، فردناها كده وبنغطيها قيمة مثلا ايه نص ساعة كده ولا حاجة. عايزة اقول لكم عادي جدا، واصور لكم حاجات جميلة في بيت بابا المتواضع الجميل، البيت الفلاحي الاصيل اللي انا اتربيت فيه، اللي انا عشت فيه، اللي انا قضيت كل ذكرياتي الحلوة فيه. ف عمري بجد عمري ما استحر من اهلي ولا بيت ولا اي حاجة. البيت ده جميل جدا وانا بحبه قوي على وضعه كده، وعلى كل حاجة فيه، كل الذكريات الحلوة فيه، كل حاجة حلوة فيه بصراحة. ف في ناس على فكرة أعرفها كتير قوي بتبقى مثلا كده وبتتكسف إن هي تصور ومش عارفة ايه. لا على فكرة عادي جدا جدا، وأنا مش بيفرق معايا وأصور في أي مكان وفي أي حتة، وأنا عادي جدا والتواضع مفيش أحسن منه، وأصور لكم في أي مكان. وتستنوا مني فيديوهات كتير أوي هعملها مع ماما الفترة اللي جاية دي، كل ما أروح أصور لكم مع ماما ونشوف احنا بنعمل ايه، ونعيش يومنا العادي الفلاحي الأصيل بتاع زمان الجميل. وصور لكم كل حاجة جميلة. شايفين بقى الولاد القرص بتتحط في الفرن كده وبتقب كده وتبقى جميلة جميلة. شايفة يا كارما؟ شايفة الجمال؟ كارما بقى قاعدة جنبي كده ايه و بسجل. فبقول لها ايه رأيك بقى في تيتا وهي بتحط القرص في كده في الفرن. عايزة اقول لكم بجد والله ماما تعبت جدا اليوم ده معانا، وكمان كانت عامله لنا محشي. يعني احنا جينا انا واختي لقيناها عامله لنا المحشي وكمان عجنه، وعامله لنا الفطار يا دوبك، ومسويه الفراخ يا دوبك. ان احنا يا دوبك بس عملنا، حطينا العقد بتاع المحشي ولعنا عليه، وبعد كده بعد ما خلصت كمان القرص
حمرت لنا بقى الفراخ في الفرن كمان. يعني احنا يا دوبك حطينا المية بتاعت المحشي، الشوربة كده سقيناها وولعنا على المحشي، و يعني بططنا معاها كده الخبيز. وماما بصراحة عملت كل حاجة، احنا من غيرها ولا حاجة يا جدعان، اقسم بالله. يا رب يخليهم لينا يا رب، ويخلي كل ام. بجد هما تعبوا علينا قوي قوي، وجهزنا جهزونا وعلمونا وكبرونا وكل حاجة. بصراحة هما شقيوا علينا كتير قوي قوي يعني. فربنا يا رب يبارك فيهم وفي صحتهم ويخليهم لينا. انا بقى كنت عملت عقد المحشي بصراحة. مش عارفة المقطع ده اتحذف مني، وانا بحط عقد المحشي وكده، اللي هي الشوربة يعني عشان اسويه وكده. فهنا كنت بوريكم بقى بعد ما كان يا دوبك كان غلي كده، و هسيبه بقى ان هو يتشرب واوطي عليه شوية، وبعد كده اوريكم بقى الشكل النهائي يا ولاد. بعد ما يا سلام يا سلام، عامله لنا ملوخية ومحشي وفراخ وقرص، وعامله لنا فطار الصبح. بصوا مظبطانا بصراحة اخر تظبيط. المحشي عايزة اقول لكم كان طعمه تحفة يا جدعان، اقسم بالله. يا ريتكم كده كنتوا معايا في البيت الفلاحي الاصيل الجميل. وان شاء الله استنوني بفيديوهات حلوة كتير قوي قوي مع ماما. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لماما بقى النهاردة. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.